أنت مدعو إلى هذا اللقاء. لقاء الأحبة. مساء الخير أصدقائي المستمعين، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاء الأحبة. معا نزرع الود ونجدد عهد الوفاء، وعلى طريق المحبة نلتقي في لقاء الأحبة، ومساكم سعيد. أصدقاء الغوالي، أهلا بكم مجددا. نلتقي في هذا المساء مع مجموعة من الألحان، ويصحبني في هذه الرحلة صديق من عبق الذكريات وإعلامي متميز نتعرف عليه بعد هذا اللحن للسيدة فيروز وسكن الليل. سكن الليل نقدمها بنا على طلب الصديق سليمان السويركي من الشرقية في مصر، ويهديها إلى جميع المستمعين، كما نهديها إلى عاشقة فيروز الإعلامية القديرة منى بطاح في البرنامج العام بإذاعة جمهورية مصر العربية. كل التحيات وكل التقدير لكم أصدقائي، وأهلا بكل الأحبة اللي انضموا إلينا: كوثر زيدان، علاء إمام، عبد الله صالح شحاتة، مراد نصر، أحمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، سلمان التونسي، كذلك عبد القادر مراحيل، عبد الله صالح شحاته مجددا. كل التحيات: محمد ابو الخير، ابراهيم عبود، مرفت الشيخ مجددا، كل الاصدقاء، سعيد سلام، عرب الدواغره، لكم اجمل التحيات وارق الامنيات. وسكن الليل. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. وسع البدر وللبدر عيون 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 ترصد الأيام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. وسع البدر وللبدر عيون 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 ترصد الأيام. فتعالي 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 يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق. فتعالي 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 يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق. علنا 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 نطفي بذياك العصير. علنا 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 نطفي بذياك العصير.
ونجدد التحيات ابو ميزر الفرات، كل التحيات لك صديق العزيز صلاح محمد البتنوني، لك اجمل التحيات. نهله صالح من دمياط، اهلا وسهلا. عبد القادر مراحيل، كل التحيات لك، ولصديقنا احمد مراحيل اللي بنقول تحيات، كل السلامات كل التحيات. مراد نصر كوثر زيدان من العراق، يا اهلا وسهلا. سعيد سلام مجددا، كل التحيات كل التحيات كل السلامات لكم ايها الاحبه. العصير علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق. اسمع البلبل ما بين الحقول، ما بين الحقول يسكب الألحان، يسكب الألحان. طبعا مستمرين معكم ايها الاحبه، وبنسلم عليكم وبنديكم كل التحيات وكل السلامات، ونسلم على جميع اصدقائنا في كل مكان اللي بنحييهم ونسلم عليهم وندي كل التحيات. طبعا ضيفنا الليله هو صديقنا العزيز دكتور كمال نعمه الله، اللي بنحييه وبنسلم عليه وبنسلم على كل الاحبه في كل مكان. طبعا في تحيات من عبد الله صالح شحاته، بيبارك لوالدته بمناسبه عيد ميلادها، كل التحيات للست الكل ام عبد الله، بنقول له كل عام وانت بخير. كذلك بنهدي كل التحيات لفوزيه ابو علوان بمناسبه عيد ميلادها، كل سنه وانت طيبه ست فوزيه، لك كل التحيات. احمد ابو حمد ومحمد عبادي الصحفي بالاخبار، اجمل التحيات وكل عام وانت بخير بمناسبه عيد ميلادكم. معنا طبعا صديقنا العزيز، طبعا صديقنا ضيفنا الليله هو اسس طبعا ضيفي هذا المساء هو طبعا رائد من رواد الصداقه العربيه والعالميه، نشأ بين احضان ابوين كريمين في ظل اسره متواضعه داخل الريف المصري بمحافظه البحيره، عاشق للتعارف والصداقه والتواصل منذ نعيمه اظافره. ضيفنا اسس فرقه الظهور للمراسلات الدوليه حول العالم، الفرقه التي جمعت في ذاك الوقت عدد كبير من الاصدقاء من جميع الدول، ارتبطت بهم صداقات ومحبه. فكل التحيات صديقنا العزيز الدكتور كمال نعمة الله، اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا سعيد. خير. سعداء بتشريفك لنا في هذا المساء، وطبعا احنا بنسعد بك كقامه اعلاميه كبيره، نسعد بك يا دكتور، ودائما نتمنى لك كل الخير، ووجودك معايا الليله شرف كبير، فاعتز بك في هذا المساء يا دكتور. مساء الجمال على حضرتك يا استاذ سعيد، ومساء الجمال ايضا على جميع الساده المستمعين. برنامجك جميل جدا، وانا بحييك على هذا الاداء الجميل المتميز يا سعيد. في بدايه رحلتنا الليله مع حضرتك يا دكتور، في تحيات وسلامات من اصدقائنا على في برنامج لقاء الاحبه، بيحييك وبيسلموا عليك وبوجهوا لك تحيات كبيره جدا. اعشائهم طبعا جميعا اصدقاء الزمن الجميل، والاصدقاء اللي جم حتى في الفتره الاخيره. تحياتي لجميع الاصدقاء الاحباء، طبعا دول احبائنا الاصدقاء المخلدون يعني. طبعا يا دكتور، بدايه يعني كحضرتك كعاشق للمراسله في بدايه حياتك، فكيف اثرت المراسله والتعارف في رحلتك في عالم الاعلام؟ والله يا استاذ سعيد، المراسله والتعارف حول العالم، انت عارف ان احنا من ربيع العمر من بدايه العشرينات واحنا كنا عشاق للتعارف حول العالم. عملنا مجموعه كبيره من الاصدقاء سواء في مصر او خارج مصر. ده كل ده كانت قاعده بالنسبه لي، عملت قاعده عريضه جدا وصلتني لعشق العمل الصحفي والتواصل بين المجتمع وبين الجهات السياديه في الدوله. والحمد لله يعني وصلنا لما وصلنا اليه الحمد لله. فضل يرجع لله ثم قاعده التعارف الاولى يعني. حضرتك كمؤسس لمؤسسه الحدث الوطني، يعني يا ريت تدينا فكره موجزه عن مؤسسه الحدث الوطني ومدى الخدمات اللي بتقدمها للمجتمع. مؤسسه الحدث الوطني ديت عباره عن جريدتين، جريده اخبار البحيره التي تصدر من محافظه البحيره، وده اقدم جريده اقليميه داخل محافظه البحيره.
توليت قصيدة طبعا منذ أكثر من 27 عام، امتداد لأخي وصديقي الصحفي الجميل محمد السايس. ثم تواصلنا طبعا بعد كده بأننا عملنا جريدة الحدث، كنا بنغطي حوالي 80% من محافظات مصر. بعد كده اشتغلنا في الإعلام طبعا، عندنا 3 برامج على التلفزيون: برنامج مع الناس لقضاء يعني عرض مشاكل الناس من خلال الإعلام، وبرنامج افراح الناس، وبرنامج اقوى الملفات للملفات السخنه اللي هي اهدار المال العام والاكل والى ذلك. نعم. فبناء على ذلك كونا المؤسسه، اصبحت مؤسسه الحدث الوطني الصحفيه والاعلاميه، والتي الحمد لله تزهو على مستوى جمهوريه مصر العربيه بحالها بفضل الله، يرجع للقيادات الجميله اللي شغاله معاك. الحمد لله ودائما بالتوفيق يا دكتور. واحنا طبعا مستمرين في واحنا مستمرين في سهرتنا. لك تحيات كبيره من اصدقائنا طبعا. نهله صالح بتبلغك التحيات، كذلك عبد الله صالح شحاته بيحييك في هذا المساء، محمود ابو عمار، مراد نصر، كوثر زيدان، جميع اصدقائنا بوجهوا لحضرتك التحيه. احمد ابو خيري من الاسماعيليه بوجه لك تحيه كبيره. احمد عبيد مظلوم من العراق بوجه لك اجمل التحيات. كل اصدقائنا في كل مكان. صلاح محمد البتوني بيسلم عليك وبيهديك ارق تحياته، وكل التحيات دائما لك يا دكتور. ونسمع لنا لحن يا دكتور ونرجع لحضرتك تاني. يا ريت والله، كل الحب لجميع الاصدقاء اللي تذكرتهم واللي لم يتم ذكر اسمائهم كلهم حبايب، ونادي لهم برضه الاغنيه النهارده حضرتك. تمام. معنا محمد عبده طبعا. محمد عبده بناء على رغبه صديقتنا العزيزه مرفت الشيخ من القاهره بتحييك وبتسلم عليك وبتهدي الاغنيه لجميع الاصدقاء يا دكتور. الله يسلمك. نستمع لمحمد عبده. نتواصل ان شاء الله. يا عيون الكون غضي بالنظر، اتركي لك ليل عين تحكي العين. يا عيون الكون غضي بالنظر، اتركي لك ليل عين تحكي العين. اتركي الشوق ما خلى حذر، أبلا خوف نلتقي وبلا حيرة بنلتقي. أبلا خوف نلتقي وبلا حيرة بنلتقي. بلتقي وعيونها أحلى وطن وكل يا عيون الكون غضي بالنظر، تكيلك لين عين تحكي العين. يا عيون الكون غضي بالنظر، تكيلك لين عين تحكي العين. اتركينا الشوق ما خلى حذر، أبلا كل التحيات مصطفى ابو يوسف في هذا المساء نحييك. عبد الله النجار من الكويت لك كل التحيات. احمد عبيد مظلوم نحييك من العراق. اهلا وسهلا بكم اصدقائي في هذه السهره الممتده معكم برفقه الدكتور كمال نعمه الله الاعلامي القدير والمذيع بقناه صوت مصر الفضائيه. فكل التحيات لكم اصدقائي ومستمرين. يا عيون الكون غضي بالنظر، اتركينا لين عين تحكي العين. يا عيون الكون غضي بالنظر، اتركينا لين عين تحكي العين. اتركينا الشوق ما خلى حذر، أبلا خوف بنلتقي أبلا خوف بنلتقي وبلا حيرة بنلتقي. بلتقي وعيونها أحلى وطن وكل الأمان. كل ابتسامة وجهتي وجهك أرجعت كل الدروب الضايعة مني تنادي خطوتي. كل ابتسامة بها
شفتي ضايعة تنادي خطوتي ويا رحلة الغضب وداعا رحلتي يا فرحتي الحظ الليلة كريم ذا الحظ الليلة كريم محبوبتي معزومة من ضمن المعازيم معزومة من ضمن المعازيم الصدفة من بين المعازيم. ولا زلنا معكم أصدقائي المستمعين، أصدقائي المتابعين في برنامجكم لقاء الأحبة. دائما نسعد بكم. نحيي في هذا المساء مجددا مرفت الشيخ، شكرا لك مرفت، أحمد عبد المنعم شربي، لك كل التحيات. صالح أبو هليل، أهلا وسهلا بك في هذا المساء. محمود أبو عمار، مراد نصر، أحمد نافع، جميع أصدقائنا، سعيد سلام، لكم كل التحيات. طبعا في إضافة ضيفنا أصدقائي رحال أنهى دراساته وسافر إلى العراق، قضى بها 5 سنوات، ثم الأردن، ثم ليبيا لمدة 11 عام، ثم تونس والسعودية، وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد، قسم تجارة وإدارة أعمال. دكتور كمال، ما هي أهم اكتساباتك في سنوات الترحال؟ دكتور كمال نعمة الله. دكتور كمال، مستمرين معكم أصدقائي، ومعنا الدكتور كمال. كل التحيات لك دكتور كمال في هذا المساء. طبعا بنحييك ونحيي كل الأحبة ونحيي جميع الأصدقاء ونحيي جميع المستمعين في سهرتنا. دكتور كمال مجددا. دكتور كمال، كل التحيات لكم أصدقائي. طبعا بنهدي كل تحياتنا لكل أصدقائنا المتابعين لنا في هذا المساء، اللي بنحييهم طبعا ونسلم عليهم ونهديهم أجمل باقات الظهور. طبعا في معنا أحمد علي، لك كل التحيات. حماد الطحاوي، أحمد عبد المنعم شلبي، عبد الجليل الغصيبة، مسعود حبوني، محمد الحر، محمد أبو عيطة، عبد المعطي كادر، وفاز الشراعبي، سليم محمود عليان، محمد عباد الجمال، درب الصفر، الأستاذ يسرى عبد اللطيف، ورد الخريبي، عثمان رزق، حسن مالك، طه مسعود، علاء الدين الجبيني، ابراهيم ابو عبود، معروف حاج حسن، علاء امام، ورد البكو، وعادل السيسي، لكم كل التحيات. عبد الله النجار من الكويت، كل التحيات لك عبد الله النجار، طبعا بنحييك ونحيي جميع الاصدقاء. كذلك نجود مرديني لكل التحيات في الرياض، احمد عبيد مظلوم، فارس العقبي، حسن سلامه، يحيى ناجي، وحتى يعود الينا الدكتور كمال نعمة الله الإعلامي القدير. نستمع لهذا اللحن ونهديه طبعا الى جميع الاصدقاء. نهديه محمد ابو الخير بمناسبه عيد زواجه، نقول لك الف مبروك يا محمد. كذلك نهدي كل التحيات لجميع اصدقائنا في كل مكان اللي بنحييهم ونسلم عليهم، ودائما نجدد لكم العهد والوعد في برنامجكم لقاء الاحبه اللي دائما رجع لنا الدكتور كمال. دكتور كمال، مساء الخير. مساء الجمال عليك يا سعيد. رحت فين يا دكتور؟ كنت بدور عليك. معلش قريب منك، معلش التليفون بس كان بعيد عني شويه. يلا كل التحيات لك يا دكتور. كنت بسأل حضرتك يا دكتور، اهم اكتساباتك في سنوات الترحال في البلاد العربيه. نعم يا سعيد. اهم اكتساباتك من خلال رحلاتك في عدد من البلدان تنقلت اليها. والله يا سعيد، يعني هي كانت رحله سفر، اعتقد يعني وصلت لما يقرب من 16 عاما خارج البلاد. نعم. الرحله دي كانت رحله جميله جدا واسست حياتي من كل الجهات. نعم. ازاي الانسان يعتمد على نفسه، ازاي يعمل علاقات كويسه، ازاي يكون صبور. الغربه دي طبعا لها فضل كبير جدا على حياه اي انسان سافر. نعم. يعني زي الجيش بالظبط يعني. نعم. فتعلمت منها كتير طبعا، طيبه اكتر. نعم. طيب يا دكتور، يعني في العصفوره قالت لي على سؤال كده عاوز اساله لحضرتك. بيقول لي ان حضرتك لك مغامره بالعراق، لما كنت هناك تعمل بالموارد البشريه، وكنت تريد العوده لمصر اثناء وقت الحرب. ماذا فعلت من اجل العوده لمصر؟ الله، العصفوره دي عصفوره خطيره بقى كده. حبيبتي العصفوره دي. استاذ سعيد، احنا كان لنا ذكريات جميله جدا في اخر ايامنا في العراق طبعا، واستمرت فيها 5 سنوات. الفتره الاخيره طبعا قالونا في كركوك اللي هي شمال العراق ديت، محافظه اربيل. وهناك طبعا المنطقه دي كلها عباره عن اكراد يعني، والاكراد دول ناس طيبين جدا على فكره. نعم. ناس محترمين وطيبين. نعم. المهم طبعا انا كنت موظف في وزاره الصحه، مسؤول القسم الاداري. نعم.
وكان عندي موظفات، وكل القسم اللي انا كنت موجود فيه في المستشفى اللي انا شغال فيها نعم. كلهم موظفات، نعم. والعراقيات بقى جميلات طبعا. نعم. فتصادف بامر مع عراقيه من اصله تركيه، فكان في تنسيق ما بينه وبينها، وكنا هنتجوز، ولكن صارت في الامور ان حصل الاحتلال بتاع صدام الله يرحمه بقى للكويت. نعم. وحصلت المشكله، فطبعا الدنيا اتغيرت معانا. انا كنت عاوز اهدي النفوس واجيب سيره تركمانستان وبعدين حضرتك سبقتني. طبعا كان في كمان، انا كنت ضامن للحزب البعث العربي الاشتراكي. نعم. فصدرت اشاره من مجلس قياده الثوره العراقيه بتجنيد كل المصريين الموجودين في العراق. طبعا يعني هتخش الجيش هتخش، نعم. يعني هتتجوز وتخش الجيش ما عادش لها لازمه، لا يبقى المروح احسن. فعملنا فرار الى مصر طبعا. نعم. ارض الكنانه. نعم. أي. يا دكتور، في ذكريات لحضرتك من احد الاصدقاء تسمعها معنا؟ يا ريت. تفضل. من احد الاصدقاء يعني. نعم تفضل اسمع. في نفس المكان. عندنا ذكريات جميله جدا مع اصدقائي طبعا. زميلي المحترم اسمع يا دكتور، احمد شلبي وصلاح البتنوني ومحمد عجم الغرياني، صلاح ومحمد، علي ومحمد الششتاوي، ماشي. مصطفى عمار. طيب ذكرياتهم استمع للرساله الصوتيه دي يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. حلوة. أستاذ سعيد، أنا بشكرك جدا عشان أنت استضفت دكتور كمال. ودكتور كمال يعني صديق من الزمن الجميل، وأنا أعتز جدا بصداقته، لأن 10 سنين نعم. سنين طويلة. وأنا بشكرك جدا، ودكتور كمال قامة كبيرة، وربنا يا رب يوفقه في كل أعماله. وكنت عايز أحكي موقف بسيط كده حصل معايا أنا الدكتور كمال. كنا بنراسل بعض في الثمانينات، وكنا أصدقاء من الزمن الجميل طبعا. وكنا طبعا بنراسل جوابات بقى، ما فيش الحياة الإلكترونية اللي احنا عايشينها دي. كنا بنراسل بعض بالجوابات في الثمانينات، وكنا بنراسل بعض وما كناش شفنا بعض يعني. ففي يوم من الايام وانا واقف قدام البيت لقيت دكتور كمال يعني بيسالني كده وانا واقف قدام البيت، تقريبا كنا بعد المغرب. فبيقول لي من فضلك انا عايز بيت الاستاذ صلاح البتنوني. تقريبا هو سال الناس بقى فقالوا له خش من الشارع دوت البيت هنا يعني. فقلت له مين حضرتك؟ قال لي انا صديقه وصاحبه يعني. قلت له اسمك ايه؟ قال لي اسمي كامل رمضان نعمة الله. طبعا هو قال كده وانا بقى ايه يعني، ما تتصورش كان مدى سعادتي قوي. ويعني كنت مبسوط جدا ان انا شفته، وطبعا رحبت بيه جدا، وقعدنا يوم كامل معايا. وتاني يوم رحنا على بقى الفيلسوف احمد شلبي وسلمنا عليه وقعدنا معاه. والدكتور كمال خدني ورحنا يوميها عنده، وقعدنا طول الليل يعني، قعدنا يوم كامل هناك. وبعد كده سبته ورحت على شغلي بقى، وهو كمل شغله يعني. فدي طبعا ذكريات جميلة من الزمن الجميل، وانا دايما اعتز بصداقة الدكتور كمال، وهو حبيبي وصاحبي وعشرة عمري. وكنا اياميها يعني من مشاهير في عالم المراسلة، احمد شلبي ومحمد مصطفى دياب ومصطفى حمزة الله يرحمه وسعد عبد العليم وصلاح البتنوني. دي طبعا حاجات لا تنسى يعني. دي موقف من المواقف اللي حصلت بيني وبينه يعني. شكرا لكم انتوا الاثنين، وكل سنه وانتم طيبين وبالتوفيق يا دكتور، وربنا يكرمك يا رب، وعام سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. شكرا صلاح البتنوني يا دكتور كمال. دي لا يبدو بيقطع صوت. ده صديقنا صلاح البتنوني بيحكي احد الذكريات مع حضرتك، اول لقاء جمع بينكم في عالم التعارف والمراسله، وكيف تلاقيتم وجها لوجه في اول لقاء. جميل. طبعا صلاح البتنوني ده من احب اصدقائي طبعا، واحمد شلبي، مجموعه كبيره خالص يعني. انا مش عايز اذكر اسامي عشان ممكن ننسى حد يزعل ولا حاجه. نعم. طبعا يا دكتور احنا بنوجه كل التحيات لاصدقائنا سعيد سلام مجددا، علاء امام، لك كل التحيات، فوزيه ابو علوان، عبد الله صالح شحاته، نهله صالح، عمرو البلوي، شكر لك، محمود ابو عمار، كل التحيات للاصدقاء، ودائما مستمرين مع الاصدقاء يا دكتور. وبنقدم لهم اغنيه جديده طبعا بنهديها لمحمد ابو الخير،
ندى محمد ابو الخير اللي بنحييه وبنقول له مبروك مبروك عيد زواجك، وبنحييك وبنحيي المدام وبنحيي الاسره جميعا. كل التحيات كل التحيات مع نجاة. إلا أنت فيها إيه الدنيا. السيد ابو الشمندي لك كل التحيات صديقي، اهلا وسهلا بك. سعيد صقر اهلا وسهلا صديقي العزيز في هذا المساء. تحياتي للجميع وتحياتي للجميع الاصدقاء. وابتساماتي وقهاتي منك انت، واللي حبيته في حياتي هو انت. فيها ايه الدنيا، فيها ايه الدنيا الا انت. طول ما انت جنبي روحي وقلبي في دنيا تانية ملهاش. ابو علي محمد علي محفوظ اهلا وسهلا بك، نورتنا في هذه السهره صديقي العزيز. إن غبت عني، إن غبت عني أحس إني لا لي دنيا ولا وجود. إيه حياتي حياتي، إيه حياتي حياتي كلها من غيرك أنت. ذكرياتي ذكرياتي فيها إيه حلو 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 إلا أنت. إلا أنت إلا أنت، واللي بسهر له ليلاتي برضو أنت، واللي حبيته في حياتي هو أنت. فيها إيه الدنيا، فيها إيه الدنيا إلا أنت. عشت أيامي وأحلامي وأحلامي في حبك، كل آمالي 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 أعيش العمر جنبك. كل ثانية في عمري بتقولك بحبك. يا ريت في مكان في قلبك. كل ثانية في عمري بتقولك بحبك. كل قلبي لك، يا ريت في مكان في قلبك. كل ثانية في عمري بتقولك بحبك. كل قلبي لك، يا ريت في مكان في قلبك. الليلي ونهاري معاك، يا بشوفك يا بستناك. الليلي ونهاري معاك، يا بشوفك يا بستناك. يا بدور عليك والقاك. الليلي إلا أنت، فيها إيه الدنيا دي إلا أنت. إلا أنت كل غالي رضا عليا. إلا أنت وابتساماتي وقهاتي منك أنت، واللي حبيته في حياتي هو أنت. فيها إيه الدنيا، فيها إيه الدنيا إلا أنت.
الا انت، واحنا مستمرين في سهرتنا. طبعا بنهدي كل التحيات للسيد ابو الشمندي، لك كل التحيات، محمد علي محفوظ، احمد عبيد مظلوم من العراق، عبد الله صالح شحاته من دمياط، الجنرال علاء امام، لك كل التحيات، محمد علي محفوظ، عبد الله النجار، نهله صالح، كل اصدقائنا. طبعا ما ننساش ورده الباكو من حلب، علاء امام، مجددا نهله صالح، مجددا سليمان السويركي، مرفت الشيخ، ابتسام خنيسه، لكم كل التحيات، ماهر عبد الله زكي، سلمان التونسي، احمد نافع، محمد الشمري. دائما 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 اصدقائي بنجدد لكم العهد والوعد ومستمرين. وطبعا اصدقائي ضيفنا العزيز في معلومه عنه برضه، واحنا مستمرين معه في السهره. هو واصل طموحاته في الصحافه والاعلام، واسس جريده الحدث الوطني، وهو رئيس مجلس ادارتها وصاحب الامتياز. عمل مذيعا بقناه مصر الحياه وقنوات نيو دريم واي بي سي عربيه، واخيرا مذيع بقناه صوت مصر. دكتور كمال، نعم يا استاذ سعيد. كلمنا عن مؤسسه الحدث الوطني، كيف بدات الفكره؟ والله مؤسسه الحدث الوطني بدات طبعا من انشاء جريده اخبار البحيره. الكلام ده من اكثر من 27 سنه. نعم. بعد كده طبعا حبينا ننطلق الى اكثر انتشار. طبعا عملنا جريده الحدث الوطني. نعم. بعد كده طبعا دخلنا على الميديا، الاعلام طبعا، الاعلام المرئي والسوشيال ميديا وكده. نعم. فعملنا 3 برامج على القنوات الفضائيه. نعم. من هنا اطلقنا على اسم المؤسسه، والحمد لله عملنا اجراءاتها وبقت اصبحت مؤسسه الحدث الوطني الصحفيه والاعلاميه. تحتوي تفضل. فريق كبير جدا. نعم. اخيرا يا دكتور، في جميع المحافظات. نعم. اخيرا يا دكتور، يعني انضميت لقناه صوت مصر. هي لسان المجتمع البدوي في مصر. كيف رايت هذه التجربه؟ والله انا بدات مع صوت مصر تقريبا من حوالي 5 سنوات. نعم. القناه ديت لقيتها اكثر انتشار ونسبه مشاهده عاليه جدا. نعم. وبعدين موجوده في المجتمع القبلي كله عموما البدوي، سواء في الصعيد او في سيناء او في الوجه بحري عموما. خدت بال حضرتك؟ نعم. فلقيت لها نسبه مشاهده عاليه جدا، والناس بتعشق النغم العربي البدوي. نعم. اللهجه البدويه دي يعني لهجه جميله جدا. انا عشت في العرب فتره طويله. نعم. في خارج مصر. نعم. وحبيت المجال لما القناه ماشيه على نفس السيناريو بتاع اللهجه العربيه البدويه. نعم. فعشقتها بجد يعني. الان يعني الحمد لله مذيع في القناه وبقدم فيها 3 برامج الحمد لله. طب اهم البرامج يا دكتور يعني اللي حضرتك شفتها سمعت مع الناس وداخل المجتمع. هو برنامج مع الناس طبعا، لاننا هنعرض جميع مشاكل الناس اينما كانت وحينما وجدت، سواء في البحيره او في الاسماعيليه او في السويس. في اي محافظه من محافظات مصر عندنا مراسلين موجودين في كل المحافظات وفي كل المراكز. نعم. بنعرض مشاكل الناس للراي العام من خلال التلفزيون. نعم. وبنتواصل مع الساده المسؤولين. نعم. وان شاء الله بيكون الحل موجود يعني يعني احنا مش بنعرض وخلاص، لا احنا بنتواصل كمان مع المسؤولين. نعم. فكان الاكثر انتشار والاكثر تسميع واكثر صدى هو برنامج مع الناس. حضرتك يعني يرجع مرجوعنا ثاني اللقاء الأحبة. كيف رأيت آخر لقاء جمع أصدقاء التعارف والمراسلة في الإسماعيلية؟ ما هو وقعه على حضرتك، وكيف شفته في عيون الآخرين؟ سعيد بصراحة لقاء الأحبة في محافظة الإسماعيلية. يعني بصراحة اللقاء ده عاد لنا الزمن الجميل من جديد، حسسنا إن لسه الدنيا بخير، لسه آثار المجتمع المصري الأصيل موجود. لما بشوف أنا أي صديق من أصدقاء الزمن الجميل برجع لذكريات زمان. نعم. فقعدنا يعني في اللقاء ده جمع فعلا لقاء أحبة، كنا أكثر من 15 أو 20 صديق من الأصدقاء اللي هم نعم. تواصلوا معنا من 30 سنة. بصراحة كانت فرحة كاملة، ولم ننسى هذا اللقاء عندما اجتمعنا في منزل حبيبنا واخونا وصديقنا العزيز الاستاذ سعيد ابو رفيع. شكرا. الذي يعني من علينا بكرمه وباخلاقه وبحسن الضيافه. شكرا. بصراحه كان يوم ممتع جدا ولا ينسى طبعا. تسلم. كان معنا طبعا زميلنا وصديقنا صلاح البتنوني. نعم. واحمد شلبي، ومجموعه كبيره خالص من الاصدقاء الجمال يعني. نعم.
احنا نرحب بنضم لنا الان صديقنا محمود ابو المجد، كل التحيات محمود ابو المجد من الاسماعيليه، كذلك السيد ابو الشمندي مجددا كل التحيات. كوثر زيدان لك كل التحيات، عاشقه الرافدين من العراق كل التحيات. وطبعا احنا مستمرين في سهرتنا مع حضرتك يا دكتور كمال، بنحييك وبنهدي كل التحيات ونسلم على مسعود حبوني، نهدي كل التحيات في مطروح، جابر اسرافيل القطعاني، وافي الفردي. ونقول لك يا دكتور تحت التفاحه، لا عاد سنه وشهرين تحت التفاحه، نسمعك فهد بلان ونرجع تاني. تحت التفاحة وما يشوف الراحة، إلي هواك حيل العين ما يشوف الراحة، يا ويلي ما يشوف الراحة. تحت التفاحه فيها اهداء الى سلمان التونسي ومراد نصر ومحمد علي محفوظ وعبد الله شحاته والسيد ابو الشمندي واحمد عبيد مظلوم وابو ميزر وجميع الاحبه. اهداء مميز الى احمد عبد المنعم شلبي وصلاح البتنوني في البحيره بمصر. وجارحني وحبه ذابحني، اللحظ وجارحني وحبه ذابحني، لو بيصارحني يحلى الله محلى الصراحة، لو بيصارحني يحلى الله محلى الصراحة، يا بيبي محلى الصراحة. مجددا عيد ميلاد سعيد، محمد عبادي، فوزية أبو علوان، أحمد أبو حمد، لكم كل التحيات. محمود أبو عمار من لبنان، أجدد لك التحية وسلم عليك في هذا المساء وعلى جميع الأحبة. على قلبي يمونوا رفات يكونوا، على قلبي يمونوا حبيبي سيد أبو الشمندي، أم كلثوم في نهاية الحلقة. ابراهيم ابو عبود من حلب، لك كل التحيات. حسين الجاسم، احمد حسين، دائما نجدد لكم التحيات. وما يشوف الراحة اللي هواك حيل العين ما يشوف الراحة. يا دكتور، اللي هواك حيل العين ما يشوف الراحة يا دكتور. حبيبي. طبعا الدكتور كمال نعمة الله حاصل على الدكتوراه الفخرية ثم المهنية في عام 2019، تربطها علاقة طيبة مع الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والشخصيات العامة. فدائما نجدد لك التحية يا دكتور كمال. وحسب معلوماتي وحسب العصفورة برضو أنك كنت مرشح لوظيفة سيادية كبيرة، طبعا لا داعي لذكرها. إيه اللي حصل وما هي الكواليس لهذه الوظيفة؟ والله فعلا العصفوره ديت مش عارف بدي لك مين العصفوره ديت، يعني مش سلطت عليا شغل عفريت حقيقي. يعني فتره من الزمن كده كان عرض عليا منصب مهم جدا، وظيفه سياديه يعني مميزه جدا جدا، تعتبر في اقوى جهاز موجود على ارض مصر. ولكن معلش شاء ما شاء، يعني الحمد لله. يعني تسبب بعض الاشخاص كده في ان انا اعمل استقاله منها، فيعني بطريقه كده ما اعرفش كانت ايه منفعته في كده يعني. ولكن لو كان في نصيب، هو كله بالنصيب، لو في نصيب وكنا اشتغلنا فيها واستمرنا فيها كان زمان الوضع كان غير كده تماما، لكن الحمد لله على اي حال. الحمد لله. لك تحيه من عبد الله صالح شحاته، بيقول حضرتك قيمه وقامه كبيره.
ربنا يبارك لك، تحياتي ليه وتحياتي لكل الاصدقاء. سعيد سلام بوجه لك ارق التحيات واطيبها. حبيبي يا استاذ سعيد، يا سلام، تحياتي للاستاذ سعيد ده سلام وكل الحب والتقدير لحضرتك طبعا. مراد ناصر بيكرر ورا فهد بلان بيقول لك ولي هو كحيل العين ما يشوف الراحه، تقول له ايه؟ حبيبي استاذ مراد، ذكرياته جميله. نعم نعم. في تحيات من سعيد سلام عرب الدواغره، طبعا بحييك، كان معنا في الملتقى. طبعا سعيد سلام ده من احب الاصدقاء، وكنا مع بعض في الزياره الجميله بتاعت الاسماعيليه، طبعا يوم لا ينسى، طبعا من الذكريات الحلوه يعني. نعم سعيد سلام بيهدي كل التحيات لاحمد عبد المنعم شلبي وصلاح البتنوني واحمد نافع وحازم عرفات وسلمان التونسي ولمحمد عبادي وسليمان السويركي ومراد نصر وحماد الطحاوي وعبد الرازق السليم الحر، وبيقول ده كان اجمل لقاء. فعلا والله، وطبعا تحيات خاصه مني انا كمان شخصيا لجميع الاصدقاء، والاخ عبد الرازق سليم الحر طبعا من الناس اللي يعني بكلمهم كل الاحترام والتقدير، وطبعا يعني كل الاصدقاء حبايبي بصراحه يعني. وكل التحيات لحضرتك. وعندنا طبعا اغنيه الاسيوط بتغنيها شريف فاضل، الشيخ مسعود، طبعا بنديها لحبايبنا في اسيوط، محمد مختار ابو معتز الاسيوطي، كذلك شحات البنا الفنان الجميل شحات البنا، نهدي كل التحيات ونهديكم شريف فاضل ويا شيخ مسعود، وحياتك يا شيخ مسعود، كل التحيات كل الامنيات بالسعاده. وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر أسيوط، وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر أسيوط، ابقى عاطف على بيت الخاء وإن شفت الواد عبد العال، ابقى عاطف على بيت الخاء وإن شفت الواد عبد العال، قول له سلامات وبين الشربات، قول له سلامات وبين الشربات. وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر أسيوط، وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر أسيوط، ابقى عاطف على بيت الخال من شفت الواد عبد العال، ابقى عاطف على بيت الخال من شفت الواد عبد العال، قول له سلام وبين الشربات، قول له سلامات وبين الشربات. يا شيخ مسعود بقوا 5 عدد الخطاب، على يدك يا شيخ مسعود بقوا 5 عدد الخطاب، وشباب العيلة موجود واكثرهم لسه عزاب، وانا قلبي بابه مردود والكل بيستنى جواب، وانا قلبي بابه مردود والكل بيستنى جواب. على يدك يا شيخ مسعود بقوا 5 عدد الخطاب، على يدك يا شيخ مسعود بقوا 5 عدد الخطاب، وشباب العيلة موجود واكثرهم لسه عصب، وانا قلبي بابه مردود والكل بيستنى جواب، وانا قلبي بابه مردود والكل بيستنى جواب، وانا خايفة اتكلم بصراحة لا يكون الواد شكر حاله واطلع كدابة وساعتها قلبي يا شماتة عزال. وانا خايفة اتكلم بصراحة لا يكون الواد شكر حاله واطلع كدابة وساعتها قلبي يا شماتة عزال. يا محتارة انا سابعة الشرق الآن، يا محتارة انا سابعة الشرق الآن، يا محتارة انا سابعة الشرق الآن، يا محتارة انا سابعة الشرق الآن. وصاحبنا هناك ولا على وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر أسيوط، وحياتك
وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر عالصوت ابقى عاطف على بيت الخاء والشوق الوداع بالعام ابقى عاطف على بيت الخاء والشوق الوداع بالعام كله سلامات ودين الشرقات كله سلامات ودين الشرقات واحنا طبعا مستمرين معكم اصدقائنا الاعزاء في هذه السهره من برنامجكم لقاء الاحبه. لقاء الاحبه دائما يجمعنا على الود، يجمعنا على المحبه، يجمعنا على التواصل. نسعد بكم ونسعد بضيفنا الليله الدكتور كمال نعمه الله، نحييه ونجدد له التحيه. ومجددا مساء الخير يا دكتور. مساء النور عليك يا حبيب قلبي. يا دكتور، المرحله القادمه ماذا تحضر المشاهدين القناه مصر، قناه صوت مصر، من مفاجآت جديده ومتنوعه ان شاء الله؟ المرحله القادمه ان شاء الله هنضرب بقى على وتر برنامج اقوى الملفات. يعني اقوى الملفات ده بنعرض الملفات السخنه بقى اللي هي دار المال العام والاختلاسات والقضايا القتل وكده. فطبعا ايه هنطور من وضع البرنامج اكتر شويه ان شاء الله، لان طبعا دايما قضايا القتل والحاجات دي بتشد انتباه المشاهد شويه. نعم. فهنطور منها ان شاء الله. يعني ما فيش حاجه القضاء العرفي تطرحه القضاء العرفي من خلال القناه المتخصصه للون البدوي في مصر؟ فكرنا ان احنا ان شاء الله ننزل في وسط القبائل العربيه ونعمل حاجه جديده خالص. كان يعني عايزين نعمل لون جديد بقى في الفن، في شغل العرب والبدوي. عايز اعمل حاجه يعني من المربوعه نفسها، نستمع لشيوخ القبائل. وننزل حتى هنلبس كمان الشوب بتاع العرب، لان العرب ده اصل الطبيعه، اصل المجتمع المصري يعني. نعم. ان شاء الله يعني ناويين برضه نعمل حاجه كويسه في وسط العرب. بدانا نعمل علاقات قويه جدا داخل محافظه مطروح وفي سيناء، وان شاء الله في السويس وفي الاسماعيليه. وان شاء الله يعني هننمي النظام البدوي شويه، نهتم بيه شويه ان شاء الله. لك تحيات يا دكتور من صالح ابو هليل من تبوك بالمملكه العربيه السعوديه، بيحييك في هذا المساء ويسلم عليك. الله يسلمك، ربنا يبارك لك. كذلك لك تحيات من احمد عبيد مظلوم، وبيدعوك لزياره العراق مجددا. العراق دي سنين جميله قضيتها من احلى ايام العمر لا تنسى طبعا، واتمنى ان انا اعود للعراق مره ثانيه حتى لو زياره. والله احمد عبد المنعم شلبي بيسلم عليك وبيقول لك جهز له الهديه بتاعته لو تحطها له على الباب. اخويا وحبيبي طبعا، ده عنده بيجهز له درع التميز كمان، يعني نجح في المسابقه الرياضيه. ابو صديقك الزملكاوي صلاح البتنوني بيسلم عليك وبيقول لك برضه فين هديته. وابو صلاح طبعا لازم، ما دام في تقدير لاحمد شلبي يبقى لازم البتنوني، هم الاثنين وجهين قلنا واحد حبيب الاثنين يعني. ليك وليهم كل التحيات يا دكتور، ونهديهم فريد الاطرش يا حبيبي قربك حيرني، نهديها لاحمد عبيد مظلوم وجميع الاصدقاء في السهره. حبيبي نسمع ان شاء الله. يا حبيبي قربك حيرني، يا حبيبي بعدك سهرني، يا حبيبي قربك حيرني، يا حبيبي بعدك سهرني، ولا قربي منك هناني، ولا بعدي عنك نساني، ولا قربي منك هناني، ولا بعدي عنك نساني. راح تبقى انت وزماني 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 وزماني. ابعد وقول لسه فاكرني، ابعد وقول لسه فاكرني، ولا اللي بينا خلاص يعني. ابعد وقول لسه فاكرني، ولا اللي بينا
خلاص يعني خلاص 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 يعني مهما قالوا عنك عيني مهما شافوا منك وقالوا انك نسيتني فايتني نسيتني فايتني انا بحبك ارجع لحبي واسألي عشان تشوف النور ارجع لحبي واسألي عشان عيني تشوف النور خلينا نفرح بغرامنا ونعيد شبابنا وأيامنا خلينا نفرح بغرامنا ونعيد شبابنا وأيامنا يرجع لنا تاني غرامنا 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 العمر كله فيه كام يوم العمر كله فيه كام يوم هنضيعه بين هجري ولوم 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 بين هجري ولوم عيني مهما قالوا عنك عيني مهما شافوا منك وقالوا انك نسيتني فايتني نسيتني فايتني انا بحبك وكلنا بنحبك دكتور كمال نعمة الله. بنحييك طبعا في هذا المساء وسعداء جدا بوجودك معنا الليلة، وبنسلم على كل الأحبة، وحضورك معنا كان مميز وخفيف والوقت عدى بسرعة. حبيبي استاذ سعيد ما نحرمش منك، ويا ريت ان شاء الله دايما كده نكون ملتقين دايما في برنامج لقاء الاحبه كده، دايما في حب وفي اشتياق ومناسبات جميله كده نلتقي دايما ان شاء الله. إن شاء الله، ودايما لك تحيات وسلامات من جميع الأصدقاء. في واحد بيقول إنه كان مقرر رحلات بفرق الزهور البحيرة، تفتكر هو مين؟ طويل كده، هو طويل كده يا دكتور. هو طويل شوية. ايه؟ هو طويل شوية. هو اطول واحد احمد طبعا صديقنا احمد عبد المنعم شلبي له كل التحيات وكل السلامات، وبنهديه كل تحياتنا وكل سلاماتنا، ونسلم على جميع الاحبه يا دكتور، وبنشكر حضرتك على وجودك معنا في هذه السهره. ويمكن لاصدقائنا المتابعه مجددا على قناتنا على اليوتيوب، قناه لقاء الاحبه مع سعيد. ندعو الجميع للمتابعه والاشتراك، ونجدد لك التحية يا دكتور، ودايما شاكرين لك. حضورك كان معنا شرف كبير، نسعد دايما بك ونسعد بكل الأحبة. وكلمة أخيرة يا دكتور. ربنا يبارك لك يا سعيد، والله أنا كمان بشكرك وبشكر جميع الأصدقاء اللي تابعونا، بشكر جميع المستمعين اللي هم تابعوا معنا الحلقة،
وتحياتي بقى لكل اصدقاء الزمن الجميل. وانا مش عايز اذكر اسماء بعينها عشان خاطر بعض الناس ممكن تزعل يقول لك لا كمان عم طلع لساني ليه؟ هم كلك يعني قريبين من قلبي قوي. تحياتي ليك وتحياتي لفريق الاعداد مع حضرتك، وان شاء الله نلتقي دايما على خير. كل التحيات لك يا دكتور، وتحيات لجميع اصدقائنا. وطبعا نختم السهره طبعا بسيره الحب. سيره الحب طبعا نهديها الى صديقتنا العزيزه اللي طلبتها نهله صالح. نهله صالح، نحييك في هذا المساء، ومنك اهداء الى الزوج والابن احمد وجميع الاهل. كذلك عبد الله صالح شحاته ارق التحيات ونهديك سيره الحب. السيد ابو الشمندي، لك دائما كل التحيات، نهديك تحياتنا وسلاماتنا. ناديه بدر عروس الاسكندريه، دائما نسعد بك ونسعد بكل الاحبه. استاذنا الجنرال علاء امام، لك دائما محبتي وتقديري. احمد عبيد مظلوم مجددا، احمد نافع، طبعا طبيب القلوب سعيد سلام، ماجد عبد الله، براء الدو، محمد الشمري، احمد نافع، سلمان التونسي، عواد ابو ريان، محمود ابو عمار، حسين الجاسم، احمد حسين، ابتسام عرنوس، احمد ابو حمد، ابو عواد المعازي، ابراهيم ابو عبود، معروف حاج حسن. لكم كل التحيات. سليمان السويركي، ما ننسى سليمان السويركي، لك كل التحيات. سليمان السويركي، ابتسام خنيسه، فداء فخره من سوريا، لكم ارق التحيات ونهديكم سيره الحب. تفضل يا دكتور، تفضل كمل. انا بس عايز اهدي الاغنيه لسيره الحب الجديده لوردة البوكو. نعم. واهدي لجميع اصدقائي طبعا من الزمن الجميل. نعم. واهدى طبعا لجميع الزملاء والزميلات طبعا في اصدقاء الصحافه والاعلام والمراسلين في جميع انحاء مصر. واهدى لبنتي طبعا نهال كمال، اهم حاجه عشان اخر العنقود طبعا. كل التحيات لحضرتك ولاسرتك ولاولادك، ودائما نتمنى لكم كل الخير وكل السعاده. وطبعا نهديكم سيره الحب، فما اجمل الحب وما اجمل سيرته وما اجملكم اصدقائي في هذا المساء، والى اللقاء.
بحب وادوب في الحب. انا خدت الحب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب. وليل على بال. كل الشكر كل الشكر لكم احبائي، سعدت بكم وسعدت معكم، واتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه، ونلتقي بمشيئه الله الاسبوع المقبل مع حلقه جديده من برنامجكم لقاء الاحبه.